السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة مميز جدا. هنعمل كيكة خيالية أسفنجية وهشة ومرتفعة جدا، وبثلاث مكونات بس، من غير ولا نقطة زيت ولا أي مادة دهنية خالص، وكمان من غير حليب ولا دقيق ولا بيكنج باودر ولا أي محسنات خالص. كيكة سحرية بجد، وسهلة وبسيطة. أي حد مبتدئ يقدر يعملها بمنتهى البساطة، وتنفع كمان بديل للكيك الأسفنجي أو السويس رول، وعن الكيكة اليومية كمان. من أنجح وأحلى الكيكات اللي ممكن تجربيها. هنعرف كل التفاصيل المهمة اللي تخليكي تعمليها وتعتمديها دايما، من جمالها وسهولة مقاديرها وكمان طريقتها. يا ريت لايك للفيديو ونسمي الله ونبدأ. أول مكون معانا هو البيض. هنحتاج ل3 بيضات ويكونوا بحجم كبير وبدرجة حرارة المطبخ. هنفصل الصفار عن البياض علشان محتاجين كل حاجة فيهم تكون لوحدها. في بولة تكون نظيفة وناشفة كويس جدا، يعني ما فيهاش ولا نقطة مية. هننزل فيها ببياض البيض، وهنضيف عليه رشة من الملح صغيرة جدا علشان تثبت لي قوام المارينج، انه يفضل متماسك ويفضل محتفظ بالهواء اللي جواه. وبالمضرب الكهربائي وهنضربه كويس جدا. وشرط اساسي هنا ان يكون المضرب هو كمان ناشف وجاف تماما ومعلهوش ولا نقطة مية. وهنضرب الخليط لحد ما قوامه يتقل ويكون متماسك. بنفضل نضرب حوالي 5 دقايق بشكل متواصل لحد ما نوصل للقوام ده. وعلشان تعرفي ان القوام بقى مظبوط ولا لأ، بحرك المضرب وبعديه في المارينج، فبلاقيه متماسك، لا بيقع ولا بيسيل من عليه بالشكل ده. خلاص، في الوقت ده هنجيب الصفار وهننزل بصفارة صفارة. نزلت بأول واحدة وهنضرب لحد ما تختفي تماما وما يكونش لها أي أثر، لأنك لو نزلت بيه كله مرة واحدة بكده هنهبط الخليط وهيخرج الهواء منه وهيكون الخليط مش مظبوط. فأول ما الصفارة الأولى اختفت، نزلت بالصفارة التانية وهنكمل ضرب لحد ما برضو تندمج مع الخليط وتختفي تماما. وبعدها هنزل بآخر واحدة وهنضيف عليها كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، سائلة أو بودر على حسب المتوفر والموجود عندك، علشان نقضي على أي ريحة زفارة موجودة من البيض. وهنا كنا خلصنا ضرب المكون الأول اللي هو البيض. هنروح نشوف إيه هو المكون التاني. معايا نص كوباية من السكر البودر، زايد عليهم معلقة كمان كبيرة، وزنهم 100 جرام. وركزي معايا في الخطوة اللي جاية دي. هننزل بالسكر بالتدريج، يعني هننزل برشة بسيطة قوي ونضرب لحد ما تختفي، وبعدين ننزل برشة تانية، وهنكمل بنفس الطريقة لحد ما تخلصي كمية السكر كلها. واوعي تستعجلي او تستسهلي وتنزليه كله مرة واحدة، علشان زي ما اتفقنا ان لازم نحافظ على الهواء اللي موجود في الخليط، لان الهواء ده هو اللي هيخلي الكيك خفيف وهش وكمان مرتفع. واهم حاجة ان السكر يكون بودر وناعم ومنخول اكتر من مرة، علشان نضمن انه مفيهوش اي كتل او كلاكيع. وبجيب الاسباتولا وهننزل بيها الجوانب علشان نكون ضامنين ان مفيش سكر مترسب عليها، وهنخلطه كويس جدا مع الخليط، يعني ضرب على السريع كده من غير مبالغة في الضرب. في الوقت ده معايا تالت مكون والأخير معانا، وهو النشا. مقدار النشا كوباية ناقصة معلقة كبيرة، وزنها 120 جرام. وهننزل بشوية صغيرين قوي من النشا وبعديهم على مصفى ضيقة علشان نضمن ان ما فيهاش كتل وكمان تكون كلها هواء. وبنقلب بالسباتولا او بالمضرب السلك العادي تقليبة بسيطة قوي، يعني كده على خفيف. بنقلب من تحت لفوق ويكون بشويش او بالراحة قوي علشان نحافظ على الهواء اللي فيها. واول ما الحبة الاولانيين يختفوا تماما، هنبدأ ننزل برشة تانية، وهكذا لحد ما نخلص الكمية كلها. وزي ما انتم ملاحظين اني بقلب بالراحة جدا، ويكون بشكل دائري ومن تحت لفوق بالشكل ده كده. وبنفضل نضيف ونقلب ونضيف ونقلب لحد ما بنخلص كمية النشا. يعتبر كده كيكتنا خلصت. شفتوا بقى سهولة عن كده، ما أخدتش وقت في عمايلها، وكمان يعتبر مقاديرها اقتصادية، لا حطينا مادة دهنية ولا أي محسن ولا كمان دقيق. أنا طبعا بقلب بالراحة، بس مسرعة المقطع ده علشان مطولش عليكم. وده القوام بتاعها بيكون بالشكل ده، ناعم ومفيهوش أي كتل أو كلاكيع من النشا. هنجيب الحلة اللي هنسويها فيها. معايا صينية مقاس 18 أو 20، وهندهنها بأي مادة دهنية موجودة عندنا، يعني ممكن زبدة أو سمنة أو زيت.
وهنرش عليها شوية من النشا لحد ما نغلفها تماما، لأننا متفقين إن مش هندخل أي دقيق معانا. وعلشان ما عنديش صينية مفرغة بالمقاس ده، فجبت أي كوباية أو أي شوب عندنا وهنحطه في النص كده، ونكون مغلفينه برضو بالسمنة وكمان النشا، ونزلنا بالخليط ووزعناه فيها مظبوط. في الوقت ده كنت مسخنة الفرن كويس، هنحطها على الشبكة في الرف اللي في النص، والفرن متولع من تحت بس على درجة حرارة 180، وما تفتحيش عليها قبل مرور نص ساعة علشان ما تهبطش منك. وبعد مرور 30 أو 35 دقيقة اختبريها بخلة، لو طلعت نظيفة هتخرجيها على طول، ولو احتاجت تاخد لون من الوش بتاعها ولعيلها الشواية دقيقة أو دقيقتين. بتاخد تسوية من 35 ل 40 دقيقة. وأول ما تخرج من الفرن هنجيب سكينة رفيعة أو عود شيش طاووق وهنسلك حوالين الكوباية، وبعدين نخرجها بالشكل ده. وهنسلك كمان الجوانب وهنقلبها في طبق التقديم أو على شبكة، وهنسيبها تبرد تماما، يعني قبل ما نقطعها علشان ما تتفرفتش مننا. ما شاء الله الكيكة طالعة هشة وخفيفة جدا جدا عن أي كيك كنت جربته قبل كده. شايفين ارتفاعها كمان حاجة كده زي القمر. تعالوا بقى نقطعها ونشوف الكيكة من جوه. يعني مش بس الكيكة طالعة عالية ومرتفعة، لأ ده كمان طرية جدا ولونها أبيض وناعمة ومساماتها ضيقة، أحلى من الكيك الأسفنجي كمان. شايفين عاملة ازاي؟ والله كيكة النهاردة مش محتاجة أوصف جمالها، كيكة أسفنجية بجد، بضغط عليها بترجع تاني في منتهى السهولة. ما شاء الله، ولا أروع من كده. بالرغم إن ما فيهاش لا زيت ولا سمنة ولا أي مادة دهنية، ومع ذلك تحسوها ناعمة قوي وكمان غنية وفيها طراوة مش معقولة. انسي بقى الكيك الأسفنجي ومكوناته الكتير واعملي الكيكة السحرية دي، ونجاحها مضمون 100%. عايزاك تجربيها وإن شاء الله هتنجح معاكي من أول مرة، وتقدري تعملي منها التورت وكمان الجاتو، هتكون جميلة جدا. أتمنى تجربيها بنفس الطريقة وتلتزمي بالتفاصيل المهمة وتمشي بنفس الخطوات اللي قلتلك عليها، هتعملي أحلى وأجمل وصفة كيك ممكن تعمليها. أنا واثقة إنها هتعجبك جدا، ولو جربتيها مرة مش هتبطلي تعمليها أبدا. وبألف هنا مقدما. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. أتمنى يكون الفيديو نال إعجاب حضراتكم. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو بتشوفيها لأول مرة، علشان أسرتنا تكبر بيكم إن شاء الله. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. دمتم بخير وصحة وحفظ من الرحمن. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.